في غزة الهدوء يحمل ملامح ترقب يشبه استراحة قصيرة تفصل بين معركتين. في كنف هذه الهدنة الهشة تشتعل حرب أخرى دموية. حماس تبدأ مطاردة أعدائها داخل غزة. مسلحون قاتلوا جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي ضد الحركة خلال الحرب الأخيرة. أشهرهم ياسر أبو شباب، الاسم الذي أصبح عنوانا للتمرد. حماس بدأت تخاطب أعدائها بنبرة الانتقام. لا مكان لمعارضين مسلحين في غزة. خائن، دمه مهدور، أداة انتهت صلاحيتها. هكذا وصف إعلام حماس أبو شباب. صحيفة فلسطين التابعة للحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك، هو أقل من إنسان. بينما أبو شباب يظهر بفيديو على عربة عسكرية متحدثا عن أرضه وحقه في القتال. ليلة الجمعة كانت كاشفة، رصاص واشتباكات ودماء على الإسفلت في جباليا ورفح وخان يونس. المشهد الصادم وسط العتمة كان مقتل محمد عقل، نجل القيادي في القسام عماد عقل. رصاصة من الداخل فتحت بوابة جحيم جديدة وأججت شعلة الانتقام. قادة الميليشيات مثل حسام الأسطل والأشرف المنسي يعلنون التحدي، مؤكدين أنهم البديل الشرعي لحماس. إسرائيل من جهتها تراقب، لكنها لن تمنع اشتعال الحريق بين حماس والميليشيات، بينما ارتفعت أصوات داخل تل أبيب ترفض استقبالهم. هي معركة بقاء ومعركة كسر عظم بكل تأكيد. ما يحدث اليوم في القطاع يتجاوز تصفية حسابات إلى صراع على من يكتب سطر الحكم القادم. الدم في غزة لم يجف بعد، لكنه هذه المرة ليس من إسرائيل بل من الداخل. فهل ما نراه اليوم هو بداية لعودة حكم حماس؟